بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله وصفه مميزه جدا للمكرونه. وهنعملها بالجبنه الفيتا، طريقه كده جديده ومختلفه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتنفذوها بكل سهوله. اول حاجه نجيب طماطم، طبعا الكميه اللي تحبيها. انا جبت حوالي 4 أو 5 طماطمات، قطعت الواحده 4. وبعد كده بدات افردهم في الصينيه، و حطيت كده في النص قطعة من الجبنة الفيتا. يفضل طبعا تكون جبنة طبيعي عشان تتحمل درجات الحرارة العالية. غير ان طعمها طبعا بيبقى حلو جدا. بعد كده جبت ريحان، وبدأت اقطع الورق واضيفه كده على الطماطم والجبنة. وكمان روزماري. لو موجود زعتر فريش بيبقى حلو قوي، وبيدي نكهة مميزة جدا برضو للمكرونة. ضفت البهارات عبارة عن شطة. طبعا دي اختياري، تقدري تستغني عنها. وضفت كمان بابريكا مدخنة، حوالي نص معلقة صغيرة. وكمان ضفت زعتر برضو نص معلقة صغيرة، بلاش نكتر البهارات. ضفت كمان فصين من الثوم، فرمتهم بالشكل ده. تقدري ان انت تعمليهم شرايح، وممكن كمان تضيفيهم فصوص كاملة. طبعا لما الثوم بيتشوي والطماطم بنبدأ نهرسهم مع بعض. فمش مشكلة لو ضفتيهم كده فصوص كاملة. ضفت كمان 4 أو 5 معالق من الزيت. وعندي هنا حوالي معلقة كبيرة من الزبدة، قطعتها قطع صغيرة وبدأت أوزعها على وش الطماطم والجبنة. كده طبقنا جاهز. طبعا ما نسيتش حبة ملح صغيرين، ناخد بالنا عشان الجبنة طبعا فيها نسبة ملح. دخلت بقى الصينية الفرن على درجة حرارة عالية، بياخد حوالي نص ساعة عشان الطماطم طبعا تتشوي في الفرن. في الوقت ده سلقت حوالي كوباية من المكرونة. وطبعا ناخد بالنا مش عايزين المكرونة تكون مستوية بزيادة، يعني ربع سوا كده أو نص سوا. ونصفيها ونسيبها على جنب لحد ما الطماطم تطلع من الفرن. هنا بقى الطماطم جاهزة. طبعا أول ما تتشرب كل السوائل وتتشوي ولونها يتغير كده تبقى جاهزة. ببدأ بقى أشيل القشر من الطماطم، بيطلع بكل سهولة. وهرست بقى الجبنة مع الطماطم مع الريحان مع الثوم مع الروزماري مع البهارات اللي أنا ضفتها. بجد ريحتها تحفة. طبعا بالنسبة لكمية الطماطم أو كمية الجبنة اختياري، تقدروا تزودوا عن كده. الوصفة الأصلية فيها نسبة جبنة أكتر، بس بصراحة أنا حسيت إن الكمية دي مناسبة جدا. كده بقى طبقنا جاهز، بجد ريحته حلوة قوي. عملت مع المكرونة صدور فراخ مشوية. معايا هنا قطعتين من الزبدة. نزلت بصدور الفراخ، طبعا غسلاها ومصفيها كويس. الطاسة بتكون حامية جدا عشان احنا عايزين البانيه يتشوي من غير ما ينشف من السوائل الموجودة فيه. مجرد ما ياخد لون من ناحية بنقلبه الناحية التانية. كده اخد لون من الجهتين. هبدأ بقى أضيف البهارات. أنا ضفت هنا حوالي معلقة صغيرة أو نص معلقة من بهارات الفراخ. ضفت كمان حوالي نص معلقة من البابريكا المدخنة. وظبطت الملح. تقدري تضيفي أي بهارات تحبيها، عايزة تضيفي فلفل أسمر أو بهارات مشكلة زي ما تحبي، مفيش أي مشكلة. كده اخدت لون كويس قوي من الناحيتين. هبدأ بقى اضيف يعني هنا ضفت حوالي ربع كوباية من المياه المغلية. واول ما الفراخ تتشرب السوائل كده جاهزة. نزلت كده بالمكرونة عشان تاخد من طعم الصوص اللي نزل من الفراخ. وطبقنا كده جاهز.
بصراحة أكلة سريعة ومميزة جدا، وطعمها كمان ونكهتها مختلفة عن الأكل التقليدي. بس بصراحة مش كل الناس بتحب طعم الريحان، فطبعا دي حرية شخصية. لو عايزين تستغنوا عن الريحان تماما وتعملوا المكرونة بالطماطم المشوية والثوم. بتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي ما اشتركش في قناتي بتمنى ينزل كده يشترك في القناة. ويا ريت تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.